تخيلوا ان انا حولت الازازه البلاستيك دي اللي انا كنت هرميها خلاص للاباجوره الخطيره دي. بجد طلعت تحفه احلى ما كنت متخيله وانا بعملها، وعجبت الاولاد قوي. هتعجب اولادكم جدا وهينبهروا بيها. تعالوا بقى نعملها خطوه بخطوه مع بعض. اول حاجه طبعا احنا محتاجين ازازه فاضيه اي مقاس، مفيش مشكله خالص. وهنا معايا بيبي لايت، ده بيبقى نور بالكهرباء كده بالبطاريات. تمام، وفي كذا مود لذيذ قوي ان انتي بتقدري تحطيه، مش محتاج فيشة خالص. تمام. سعره ما كانش غالي خالص، كان تقريبا في حدود 30 جنيه، فكويس قوي. تمام. معايا فايبر او ممكن قطن، مفيش مشكلة خالص. الفايبر او القطن الاتنين هيدونا نفس النتيجة. تمام. معايا كرتونة فاضية كنت برضو هرميها، حاولت ان انا اعملها القاعدة بتاعت الاباجورة، وعصايتين كده من عصيان الشيش طاووق عشان اثبت الاباجورة بتاعتي. اول خطوة هبدأ اقيس مقاس العلبة بالنسبة لمقاس الإزازة عشان أشوف هثبت العيدان بتاعتي فين. الكرتونة سهل قوي ان انا اخرمها بالعود على طول وادخلهم، وبعدين هبدأ بمسدس الشمع نثبت العيدان عشان ما تبقاش في مجال انها تخرج او تتهز من مكانها. ممكن جدا الاطفال تعمل معاكم الفكرة دي، هيبقوا مبسوطين قوي ان هم عملوها بايديهم. بس خلوا بالكم من مسدس الشمع عشان بيكون سخن. ممكن تستبدلوه باي نوع صمغ يكون قوي عشان يلزق لنا الحاجة كويس ويلزق لنا الفايبر في الازازة كويس. دلوقتي انا بعد ما حطيت الصمغ كده، هاخد بس جزء من الفايبر صغير عشان اداري بيه الشمع، الزقه عليه يبقى برضو واخد من نفس المود بتاع الاباجوره نفسها. وبعد كده هنبدأ ان احنا نركن الجزء ده على جنب ينشف بقى ويجمد كويس، وبعدين احنا نشتغل في الازازة بتاعتنا. الازازة بتاعتي ممكن تستخدمي الصغيرة او الكبيرة، مفيش مشكلة خالص. وبعدين هبدأ ان انا ادخل جواها النور بتاعي. البيبي لايت ده بيبقى سلك كده فماسك نفسه شوية، فهيبقى سهل قوي ان انتي تزقيه جوه ويوصل لاخر الازازة، ما يبقاش كله طري فكله قاعد في حتة واحدة. لا، انا بدخله كويس قوي لغاية الاخر. وبعد كده هبدأ بمسدس شمع برضو اثبت الجزء اللي فيه الزرار بتاع الاضاءة في جنب الازازة. اهم حاجة بالنسبة لي ان وانا بثبت النور لازم اكون مثبتة الجزء اللي بيتفتح عشان نغير البطارية هو اللي لبره، عشان لو البطارية محتاجة تتغير اقدر افكها واغيرها بسهولة. تمام. هثبت كده على وش الازازة من فوق الجزء اللي بيبقى فيه البطاريات، وكمان الزرار بتاعه يكون لبره عشان اقدر ادوس واطفيها واشغلها وقت ما انا عايزة. دلوقتي هبدأ بقى احط صمغ كده بشكل عشوائي والزق الفايبر على الازازة كلها من كل الاتجاهات. وبعدين هرجع اراجع عليها كلها، لو في حتة فكة لو في حتة فاضية. كل الاماكن دي محتاجين ان احنا نلزقها كويس جدا عشان ما تفكش مننا مع الاستخدام. فانا جربت كده ان انا امشي عليها كلها بالصمغ، وبعد كده ارجع تاني اتاكد لو في حته سايبه، لو في حته مش ماسكه كويس او حته فاضيه، مليتها كل الفراغات بتاعتها اتملت. وبعدين بدات ان انا اقلبها واعمل الجزء التاني منها بنفس الطريقه، وجيت على البوز بتاعها اللي هو اللي فيه بقى السلك والنور والبطاريات وكده، وبدأت ان انا برضو احط عليهم واداريهم بيها. تمام. وكده تكون الازازة بتاعتي جاهزة. الخطوة دي احنا ممكن نضيف فايبر مع قطن لو عايزين الشكل يبقى فلافي اكتر او يبقى منور اكتر. تقدري ان انتي تحطي فايبر مع قطن، ممكن ترشي كمان جليتر على السحابة نفسها، هتكون الإضاءة بتاعتها باينة وهتكون شكلها لذيذ قوي، الأطفال هيحبوها. ولو عندك نجوم صغيرة ممكن تلزقيها عليها برضو، هتدي شكل لذيذ قوي. بعد ما اتأكدت ان كل الفايبر والقطن لازق كويس قوي في الإزازة من كل الاتجاهات، بدأت بقى اجيب القاعدة بتاعتي، كانت خلاص نشفت ومسكت نفسها كويس. هبدأ احط على العيدان من فوق شوية من مسدس الشمع، وبعدين هلزق عليهم السحابة. في فكرة تانية ان احنا نخرم الازازة بتاعت السحابة دي، نخرمها خرمين عشان ادخل الازازة في العيدان دي، فتبقى ماسكة نفسها اكتر، ما تبقاش طايرة على الوش. فدي هتكون افضل ان احنا نخرم الازازة وندخلهم في العيدان، فتبقى متينة وماسكة نفسها كويس. ده بقى الشكل النهائي، يا رب تكون عجبتكم. انا عن نفسي منبهرة بيها جدا لان هي شكلها كأنها جاهزة بالظبط، وإضاءتها خطيرة وشكلها مميز جدا وبأقل التكاليف.